هكذا انتهى لقاء العربي والنصر بأحداث مؤسفة بين الحكم سعد الفضلي وبعض لاعبي النصر، لكن سنسرد لها بالتفصيل في نهاية التقرير. كانت مباراة العربي والنصر في افتتاح الجولة السابعة من دوري فيفا من أهم اللقاءات في مسيرة البرتغالي روماو مدرب العربي، إذ أن أي تعثر آخر سيعلن رسميا رحيله عن الأخضر، خاصة في ظل وجود مدربين كثر يودون استلام المهمة وقيادة الأخضر. نذهب للمباراة والتي انطلقت برغبة هجومية منذ البداية من جانب العربي لخطف هدف السبق يريح أعصاب لاعبيه وجماهيره، وبالفعل وبعد عدة محاولات ومرور 6 دقائق جاءت العرضية المتقنة على رأس الأردني أحمد هايل الذي أسكنها المرمى هدفا أولا عرباويا. الفريقان بعد هذا الهدف لم يركنا للراحة، ورأينا الرغبة الواضحة من أبناء المنصورية بزيادة الغلة من خلال أكثر من محاولة، وكذلك أصحاب الأرض أصروا على التعادل باختراقات من العمق شكلت جرس إنذار على العربي أو حتى الكرات الثابتة والتي مهدت أن هناك هدفا قد يأتي. وبالفعل أتى هذا الهدف مع الدقيقة 36 من عرضية مشابهة لهدف العربي على رأس العماني إسماعيل العجمي، جاءت قوية لم يستطع سليمان عبد الغفور ردها، ولكن قبل نهاية الشوط الأول ب3 دقائق استطاع نجم المباراة فهد الحشاش أن يأتي بمجهود فردي جاء معه هدف التقدم للزعيم. ولولا تدخل الدفاع العنابي في هذه اللحظة الأخيرة من هذه الهجمة لكان فهد الرشيدي صاحب الهدف الثالث الآن. شوط المباراة الثاني بدأ فاترا بعض الشيء، لكن وضح تكتيك العربي بالاعتماد على الأطراف وخاصة من الجهة اليمنى، والتي أثمرت عن كرة ردتها العارضة من محمد الفريح مع الدقيقة 58. ومع ذلك لا يزال أبناء الجليب يهددون المرمى الأخضر، خاصة مع نزول النشط عبد الرحمن باني، ولا يزال الأردني هايل يشاكس، وهذه كانت إحدى محاولاته الخادعة لكنها مرت بجوار القائم. هدأ اللاعب بعدها ولم نشهد المستوى الذي رأيناه في الحصة الأولى، وبعد اعتراض واضح وخطأ على فهد الرشيدي تحصل أحمد دغيم الرشيدي على الإنذار الثاني من الحكم سعد الفضلي ليطرد بعدها من المباراة. عادل حمود حاول بتسديدة زاحفة أن يغير مجرى اللقاء لولا أن كرته مرت بجوار القائم البعيد، وفي هجمة عكسية مرتدة سريعة جاءت الكرة في نهايتها للأردني أحمد هايل الذي لم يتوانى بتسديدها بالشباك، معلنا معها عن ثالث الأهداف الخضراء وتأكيد الفوز. المباراة دخلت وقتها الضائع، ومن كرة في منطقة الجزاء العنابية يحتسب الحكم سعد الفضلي ضربة جزاء للعربي، فتبدأ أحداث مؤسفة بين لاعبي النصر والحكم الفضلي، نتركها لكم دون أي تعليق. لتزيد شرارة الأحداث بطرد الحكم للاعبي النصر غارسيا وأحمد الرشيدي، وتتوقف المباراة لدقائق، ولولا دخول رجال الأمن المتأخر وبعض العقلاء لحدث ما لا يحمد عقباه. شوف يا جماعه شوفوا اسحبها كلامنا سحب الحكم فطق حق الحكم اول شيء زين اسحبه عشان يسوقها بوكس، هذا حكامنا. واذا تكلمنا احنا زين 5000 دينار حكام. شوف يا دواس، شوف الحكام شو قاعد يقول لاعبيننا بس. طرد، تشوف الطرد اللي طرد المحترف يعني قاعد يسحبه يقول له شوف الرايه، هو مديد على المحترف، يعني ما انت حكم المباراه خلاص اللاعب مديد عليك اطرده، ما يحتاج تمد يدك عليه. هذا الشغلين انا اخليها للمحللين البرنامج عندكم. حكم ما تمد يدك على لاعب، انت حكم عندك ورقه وقلم تكتب فيه تقرير كيفك، هذا شيء حقك انت. اما انك تمد يدك على لاعب لا، هذا اللي ما نرضاه. هو اثار فتنه ويسبه، هو مد يده، لو تشوفونها هو اللي مد يده اول شيء. كان دفاعكم قوي مشاري انه يعني خلى الحكم شوي مثلا يطلع بشر، الحكم يبقى بشر، واحد يعتدي عليك اكيد ترد عليه الاعتداء نفسه. مهما كان اكيد اللاعب يتنرفز هذا، بس انت الحكم لازم تصير اعق اللاعب بالفريقين، انت يا الحكم لازم تكون مهما كان لاعب دزك ولا قميصك ما تهور انك تمد يدك على اللاعب. لتستكمل المباراة بعد هذه الأحداث، ومع ضربة البداية يسدد بندر شبيب الكرة باتجاه الحكم سعد الفضلي ليلحق بزملائه ويطرد، وتنتهي بعدها المباراة وفريق النصر ب7 لاعبين. اليوم قدمنا مباراة أداء وبروح
توجناها بنتيجة 4. يعني هذا اللي كنا نحتاجه بالمباريات اللي طافت، كنا نحصل فرص ما كنا نستغلها، كان يزيد الضغط علينا بالشوط الثاني، وهذا اللي كان يخلينا نتوتر. اليوم الحمد لله قدرنا نسجل جولين بالشوط الأول والشوط الثاني، والحمد لله يعني اللاعبين ما قصروا، كلهم أداء برجولة، ضغط على الفريق، والحمد لله قدرنا نتوجها ب4 أجوال. بعد المباراة توجه لاعب النصر المحترف غارسيا لمخفر الشرطة لتقديم شكوى ضد الحكم سعد الفضلي برفقة أحد الإداريين. بعد أحداث مؤسفة رأيناها في نهاية المباراة، العربي يحقق الأهم وهو 3 نقاط وفوز عريض قوامه 4 أهداف لهدف. رياض العبادي لبرنامج ملعب الوطن.